كابتن حسين الشحات خلاني الشوط الاول اقول كل انواع الذكر اللي اتوجدوا في الدنيا، والله العظيم ثلاثه. قلت لا حول ولا قوه الا بالله، وقلت لا اله الا الله، وقلت استغفر الله العظيم، وقلت انا لله وانا اليه راجعون. قلت كل حاجه. حسين الشحات خرج مني، يعني كسبني النهارده حسنات كتير جدا. ايه المستوى ده يا كابتن؟ في ايه يا حسين؟ ايه يا سحس؟ انا خايف يكون اخوك اللي بيلعب ده يا حسين خس ولعب مكانك. طيب انت موجود؟ اتخطفت ومحدش قال لنا؟ مين ده؟ مين اللي في الملعب ده؟ ايه المستوى؟ انت عمال تنافس نفسك في سوق المستوى، كل ماتش بشوفك اسوأ من الماتش اللي قبله. ايه المنظر ده؟ يعني انا افهم ان اللعيبه لما يجي لها صفقات تسخن علشان مكانها، مش العكس، مش تبقى اسوأ. جريليش اتقلب قرد، طبعا هو اتصاب النهارده في ماتش السيتي بس ما علينا. اتقلب قرد اول ما سمع ان مرموش جاي، وبقى يلعب اساسي. رجع يلعب اساسي تاني بعد ما كان مركون على الدكه. الناس نسيته في الخمارات اللي كان بيبقى قاعد فيها والبارات اللي قاعد فيها دي، الناس كانت ناسياه. رجع تاني يلعب كوره وبقى مؤثر وبتاع. ايه يا حسين، انت حنيت لايام المقاصه تلعب باك يمين؟ طيب نرجعك تلعب باك يمين ونشوف اي حد يلعب مكانك جناح. انا كده كده عموما يعني من امنيات حياتي عموما ان انا اشوفك لو لعبت باك يمين هتبقى عامل زي بركات كده، ولا هتبقى عامل ازاي. بس انا يعني مش عايز العب باك يمين ان انت متعاقب علشان ما مش كويس قدام. اتمنى تفوق، لان انت المفروض في الفرقه الجناح الوحيد اللي موجود في الفرقه دلوقتي. يعني امام احنا بنلعبه جناح علشان امام راجل جوكر وراجل بالون دور وراجل احسن لاعب في افريقيا واحسن لاعب في مصر. انت الوحيد الجناح، يعني انت الوحيد اللي المفروض الفرقه تسند عليك في الحته دي. انت عايز اللي يسندك، فاتمنى تفوق.